بغينا الثمن ديال المازوت يتسقف في 7 دراهم، يرجع للثمن الاصلي ديالو اللي كان سنين هذه، ماشي 10 دراهم. اييه، برافو 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 لكاع المغاربه اللي اتفقوا وناضوا يد وحده وكيقولوا الاخ النوش والمسؤولين بغينا التسقيف يكون في 10 دراهم. برافو عليكم، حيت اتفقتوا لاول مره في التاريخ ديال المغرب المغاربه كيتفقوا. ولكن انا تنقول خاصنا نقولوا 7 دراهم ماشي 10 دراهم. كيف يعقل انكم كتقولوا ها هو مضيق هرمز سدوه، مضيق هرمز حلوه، مضيق هرمز داروا سدوه، زادوا السفن، داروا السفن. اش من علاقه عندنا حنا بمضيق هرمز؟ اش من علاقه عندنا به؟ الدليل هذا هو انكم كتزيدوا في اللحوم. اش من علاقه باللحوم ولا الدواجن بمضيق هرمز؟ اش من علاقه ما بين الخضره والديسير والفاكهه بمضيق هرمز؟ وغادي نعطيكم ابسط مثال اللي هو الجزائر. الجيران ديالنا عندهم ليسانس غير 3 دراهم. ليسانس 3 دراهم في الجزائر اللي كتضلوا تضحكوا عليها. بينما ليسانس عندنا شوفوا شحال واصل دابا في المغرب، اللي هي بلاد الثروات، بلاد الخيرات. اذا شكون اللي غلط، انا ولا نتوما؟ لهذا كنقول سي اخنوش، بغينا المازوت يتسقف في 7 دراهم. والسلام عليكم.